قصة صبرة. السلام عليكم يا العليات، مرحبا بكم في بودكاست صوتك غالي. اليوم عدنا ضيفة مميزة سميتها صبرة، غتعاود لنا كيفاش حولوا المشاكل حياتها من ظلام لواحد النور كيشعل. كنزة مقدمة البرنامج كتشوف صبرة بواحد الفخر كبير وكتقول ليها تفضلي يا صبرة وليك. صبرة بدات كتعاود: كنت ديما كنحلم ندير محل ديال الحلوى، جمعت الريال على خوه، ولكن في البداية كلشي تفرك عليا في وجهي. القرا غالي، السلعة ضاعت، ولقيت راسي غارقة في الديون. كنت كنجلس بوحدي وكنبكي، كنحس بالحيط ساد عليا من كل جهة. دخلت عندي بنتي ياسمين، شافتني في ديك الحالة وجات عنقاتني، قالت لي: ماما انتي قوية ويديك كيخرجوا الذهب، هاد المشكل غير امتحان وغادي نتجاوزوه. ديك الكلمات ديال ياسمين كانوا هما الشرارة اللي شعلات فيا الضو من جديد. أجل عجينة بكل القوة، كأنني كنعجل المشاكل ديالي ونحولها لشي حاجة حلوة ومفيدة. قلت مع راسي: ما غاديش نستسلم، غادي نبدا من الزيرو. بديت كنبيع الحلي غير في السوق الشعبي القريب، كنت كنهضر مع العيالات، كنسمع ليهم وكيذوقوا ماكلتي. واحد السيدة كليانة سميتها ليلى فاطمة شجعتني بزاف وقالت لي: حلوتك فيها بنت الصبر. بدات الخدمة كتحرك شوية بشوية. اش قدرتي تسيري الديون اللي كانت عندك؟ صبرا جاوباتها وهي كتشوف في الميكرو بثقة: تعلمت باللي المشكل الحقيقي ماشي هو الفشل، ولكن هو البقاء في بلاصتك. بدأت كنقرأ ونتعلم كيفاش نسير مشروعي الصغير باللي عندي. الليالي كانوا طول، كانت كتسهر مع التليفون والكتب، كتعلم التجارة الإلكترونية وكيفاش تسوق لمنتوجاتها. ما بقاتش غير مولات الحلوى، ولات مرأة أعمال ذكية كتعرف تسير وقتها وفلوسها. الليالي كانوا طوال، صبرا كانت كتسهر مع التليفون والكتب، كتعلم التجارة الإلكترونية وكيفاش تسوق لمنتوجاتها. ما بقاتش غير مولات الحلوى، ولات مرأة أعمال ذكية كتعرف تسير وقتها وفلوسها. من اللي كانت كتحلم به. ياسمين كانت واقفة حداها نهار الافتتاح، فرحانة بالميمة اللي ما طاحتش. المحل عامر بالناس والروائح الزكية ديال اللوز والزهر. مستمعات، شفتوا يا العليات؟ المشكل ماشي هو النهاية، بل هو البداية ديال قصة نجاح جديدة. وقوتكم هما السلاح. فيكم عاد غتبدا. صبرة وكنزة سلموا على بعضياتهم وضحكوا، عارفين باللي هاد الرسالة غادية تهلاو في رأسكم والقادم أجمل.